في نكتة يقول لكم في اليمن خرجوا ناس فرحانين بابنهم انه نجح في الثانوية وجاب معدل 55%. فخرجوا يطلقوا رصاص وكذا، فجارهم المصري طلع يسألهم هو في ايه؟ قالوا له والله فلان نجح في الثانوية وجاب 55. قالوا كل الرصاص ده ما عرفتوش تقتلوه؟ يعني على باله انهم ناويين يقتلوه انه جاب معدل ضعيف، والجماعة فرحانين انه يلا عدى الثانوية. الشاهد في النكتة دي حالنا حال المنتخب اليمني، يعني 21 سنة. يعني المنتخب اليمني دخل بطولة الخليج في 2003، في النسخة 26 في الكويت تكون له المشاركة رقم 11. يعني 11 مشاركة، 6 تعادلات، 29 هزيمة، وفوز واحد. هل يفرحوا فيه الناس؟ يعني السؤال اللي يطرح نفسه لاتحاد كرة القدم، وزارة الشباب، هل كنا محتاجين 21 سنة عشان نفوز؟ طيب لو فكرنا نتأهل للدور الثاني محتاجين 11 سنة ثانية. ولو فكرنا ننافس على البطولة كم سنوات محتاجين؟ يعني 11 مشاركة، لا مشاركة ولا مشاركتين ولا 3 ولا 4، 11. يعني ما فيه تساؤل ايش سبب عدم منافسة المنتخب اليمني في البطولة هذه؟ ايش سبب الهزايم؟ يعني منطق يا جماعة الخير. انت لما تشارك تحاول تطور من الأداء وتنافس، ولا ليش تشارك؟ يعني انت الآن تجيب منتخب استعراضي، يعني كل مشاركة يخرج المنتخب من البطولة والناس تشيد في أدائه وفي تمريراته وما أدري إيش، بس وين منافسة؟ وين الفوز؟ وين اللعب الجماعي؟ يعني اللي يعرف أنه لعبة كرة القدم لعبة 12 لاعب، 11 لاعب داخل الملعب، والجمهور رقم 12. الجمهور ما شاء الله في كل المشاركات ممتاز، لكن اللاعبين داخل الملعب في خلل. يعني هل بعد البطولة هذه وبداية الفوز هل في خطة انه المشاركة الجاية يكون فيها المنتخب اليمني قد المسؤولية وعنده قدرة انه ينافس، ولا بنعيد الكرة مرة ثانية و11 سنة جديدة علشان نفوز؟ يا ابن الحلال، يعني 11 يعني 21 شو 11 سنة، 11 مشاركة 21 سنة، 21 سنة. يعني أول ما دخل المنتخب اليمني البطولة لو في أطفال تم تربيتهم وتنشئتهم على كرة القدم يفترض المنافسة هذه ناخذ البطولة. يعني 21 سنة كفاية إنه يكون عندنا فريق ربيناه من وأمه لسه جابته. الله المستعان. القادم أفضل إن شاء الله. تحياتي.